تعتبر نبتة الحلبة من أقدم النباتات الطبية المستخدمة منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض وتحسين الصحة العامة. قبل استعراض فوائدها على جسمك وطرق استعمالها في الطب التقليدي، صل على النبي وادعمنا بإعجاب. وإذا كنت تشاهد القناة لأول مرة، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك. تحتوي الحلبة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك. وتعتبر بذور الحلبة أيضاً فعالة في تهدئة القرحة المعوية والمعدة. تظهر الدراسات أن الحلبة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، مما يعزز من صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تعتبر الحلبة مفيدة لمرضى السكري، حيث تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. تناول مسحوق بذور الحلبة يمكن أن يساعد في السيطرة على مستويات الجليكوز ومنع ارتفاعها بعد الوجبات. تستخدم الحلبة تقليدياً لدعم صحة المرأة، خاصة في تحسين إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات. تحتوي الحلبة على مركبات طبيعية تعزز من إنتاج الحليب وتحسن من جودته. تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات. تناول الحلبة بانتظام يمكن أن يحسن من مقاومة الجسم للأمراض والعدوى. تحتوي الحلبة على فيتامينات ومعادن تعزز من صحة البشرة والشعر. يمكن استخدام الحلبة موضعياً أو تناولها لتحسين نضارة البشرة وتقوية الشعر ومنع تساقطه. تساعد الألياف الموجودة في الحلبة على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يساهم في جهود خسارة الوزن والحفاظ على وزن صحي. طرق استعمال الحلبة في الطب التقليدي. مشروب الحلبة: يتم نقع ملعقة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل، ثم شرب المنقوع في الصباح على معدة فارغة. يساعد هذا المشروب في تهدئة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات الجليكوز. شاي الحلبة: يحضر شاي الحلبة بغلي ملعقة من بذور الحلبة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق. يشرب الشاي 2 إلى 3 مرات يومياً لزيادة إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات أو لتخفيف آلام الحيض. مسحوق الحلبة: يمكن إضافة مسحوق بذور الحلبة إلى الأطعمة والمشروبات لتحسين الصحة العامة. يستخدم المسحوق كتوابل في الطهي، أو يمكن تناوله مع الماء لتحسين الهضم والسيطرة على مستويات السكر. قناع الحلبة للبشرة: لتحسين صحة البشرة يمكن إعداد قناع من مسحوق بذور الحلبة والماء، ثم يوضع القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. يساعد هذا القناع في علاج حب الشباب والتهابات الجلد. قناع الحلبة للشعر: لتحسين صحة الشعر يمكن نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل، ثم طحنها لتحضير معجون. يوضع المعجون على فروة الرأس والشعر لمدة ساعة قبل غسله. يساعد هذا القناع في تقوية الشعر وتحفيز نموه. زيت الحلبة: يستخدم زيت الحلبة لتدليك الجسم لتخفيف آلام العضلات والمفاصل. يمكن أيضاً استخدامه على فروة الرأس لتحسين صحة الشعر. باختصار، تعتبر الحلبة نبتة متعددة الفوائد تستخدم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة واسعة من المشاكل الصحية. يمكن استخدامها بطرق مختلفة لتحقيق أفضل استفادة صحية، مما يجعلها إضافة قيمة لأي روتين صحي يومي. لا تنسى دعمنا بإعجاب واشتراك.